اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من كورس امباسادور اوف سيلز. والنهارده احنا بنكمل حلقاتنا في ان انت ازاي تكون السيلز تولز بتاعتك. والنهارده اول حاجه في انك تجمع السيلز تولز بتاعتك، ايه هي العده بتاعتك اللي انت لازم تكون مجهزها علشان تكون مجهز البروجكت كامل بتاعك. انا همشي معاك من اول الجيرني. انا راجل دلوقتي، انا بياع وداخل شركه جديده، او انا راجل لسه متخرج، او انا راجل لسه بدرس وداخل على التخرج، فمحتاج اكون العده بتاعتي عشان اشتغل في السيلز. طب ايه هي العده بتاعتك؟ في شويه اسئله لازم تسالها لنفسك عشان تحضر العده بتاعتك. العده دي بتتحضر بحاجه اسمها، اول حاجه انا بسميها قبل كل خطوه، واحنا اتفقنا هي اسمها البريبريشن، تحضير. انا بحضر لايه؟ التحضير نفسه هو خطوه مهمه جدا، المفروض بتبقى اساسيه في السيل سايكل، بس انا بعملها قبل كل خطوه. طب انا بحضر لشويه اسئله، فانت لازم تكون عارف شويه حاجات كده. انا هشتغل ايه؟ ازاي؟ مين هو العميل بتاعي؟ على سبيل المثال، انا اصلا لسه بدرس. طب انا يا حسيني لما اطلع عايز اشتغل في بنك. طب بنوك دي كلها انا محتاج اشتغل ليها، فانا عايز اسال نفسي انا لما اشتغل ليها اكون محضر ايه؟ البنوك دي بتحتاج ايه عشان اشتغل فيها؟ محتاجه سي في، محتاجه ان انا اكون مشترك في ستودنت اكتيفيتي، فانا سالت نفسي اهو، فاكون محضر لها الحاجات دي قبل ما اشتغل فيها. طب تعالى نخش اندبس بقى جوه تفاصيل السيل. محتاج تسال نفسك 3 اسئله وانت رايح تشتغل في شركه جديده عشان ما تتوهش. ليه؟ خد الصدمه، الشركات الجديده بتجربك 3 شهور. 3 شهور لا نفعت لا ما نفعتش. طب تعالى انا اقول لك عشان ما تدخش ال3 شهور دول وتعمل اول عمليه بيع في اول شهر. تسال نفسك 3 اسئله اساسيه: انا ببيع ايه؟ لمين؟ ازاي؟ تاني، اكتب انا ببيع ايه؟ لمين؟ ازاي؟ ببيع ايه؟ لمين؟ ازاي؟ ببيع ايه؟ مين هو؟ ايه هي؟ انا ببيع برودكت ولا سيرفيس؟ ولو برودكت نوعه ايه؟ لمين؟ مين هو العميل بتاعي؟ مش بس كده، ايه هي مواصفات العميل بتاعي؟ مش بس كده، مين هو المنافس؟ اكتب ورايا الاسئله دي ضروري، الله يبارك لك. اكتب ورايا الاسئله دي. انا ببيع ايه؟ برودكت ولا سيرفيس؟ الاندستري اللي انا شغال فيها طبيعتها ايه؟ هناخد امثله على كل ده. طيب مين هو المنافس بتاعي وايه مميزاته؟ ايه تاني؟ الاهم حاجتين هناخدهم، بس احنا هنجاوب على كل الاسئله دي، بس انا بحضر العده بتاعتي. ايه هي الفاليو بروبوزيشن؟ وايه هي اليونيك سيلينج بوينت بتاعتي؟ وشتان ما بين الفرق. طيب خلينا ناخد اجابات اول اسئله ونشوف احنا بنعملها ازاي. وات كان وي سيل؟ احنا بنبيع ايه يا شباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا بنبيع ايه؟ برودكت ولا سيرفيس ولا اي دي؟ ليه بسال السؤال ده لنفسي يا حسيني؟ علشان كل واحده فيهم ليها سيكونس معين. ببيع برودكت. طب البرودكت من الكواليتي بتاعتنا كويسه ولا صيني فمحتاج فيتشرز كتير عشان لكاتيجوري معين؟ طب ولا السيرفيس بتاعتنا عاليه؟ طب الدليفري بتاعنا اسرع؟ طب البروسيس بتاعنا شكلها عامله ازاي؟ طب الانوفيشن بتاعنا شكله فيه ايه؟ كل ده ينحصر لو سالت انت بتبيع برودكت. طب سيرفيس، نوع السيرفيس ايه؟ لازم اكون فاهم تكنيكال ان ديبس. طب انا محتاج اتدرب فاخد سيمينار؟ طب انا محتاج اذاكر الاول تكنيكال؟ طب محتاج احفظ الليسته ولا ببيع فكره؟ كل ده تساله لنفسك. وكل ده عاده بيتعمل فين؟ في الاورينتيشن اللي هم بيعملوه لك. بس لازم تسال نفسك الاسئله دي. يعني في ناس كتير وفي شركات كتير يا شباب بتحدفك وتقول لك شوف انت بتعرف تعوم ولا لا. مش ده الصح. انا عايزك تبقى انت ناصح، تسال كتير. ما تفضلش تقعد جنب حد في المكتب ده ويقول لك يا ما اقولكش، وتفضل تقعد جنب حد في المكتب ده ويقول لك لا. خلينا بقى نتكلم في ارض الواقع. ده اللي بيحصل ولا لا؟ تعالى بقى اسال. يا جماعه شوف السؤال لما يكون في محله محدش هيقدر يقول لك حاجه. احنا بنبيع ايه؟ وايه اللي بيميزنا؟ وليه يشتري مني؟ ما يشتريش من منافس؟ ومين منافسينا؟ جاوب وحط، وروح تاني يوم لمديرك وزمايلك واسال الاسئله دي. طيب انا نوعي ايه؟ يعني ايه نوعك ايه؟ نوع الاندستري اللي انا شغال فيها يا ترى بي تو بي ولا بي تو سي؟ نقف هنا شويه بقى يا شباب عشان الفيديو ده واحده واحده. ايه الفرق بين البي تو بي والبي تو سي؟ واديني مثال يا حسين يلخص لي القصه دي. بي تو بي اختصار لكلمه بزنس تو بزنس،
يعني شركه بتبيع لشركه. ودي المنطلق ودي ليها سيل سايكل تاني مختلفه عن البي تو سي. البي تو سي شركه بتبيع ايه؟ لكلاينت. يعني على سبيل المثال كارفور بيبيع لمين؟ لينا وليك ولده ولده ولده. فشركه بتبيع لاند يوزر، يعني هو اللي بيستخدم المنتج النهائي. طيب شركه بتبيع لشركه، يعني شركه بتاعت رز بتبيع لكارفور اللي هي شركه برضو، يبقى شركه بتبيع لشركه. يبقى ده مختلف عن ده، في وسيط. مش كارفور اللي استخدم الرز في الاخر، انت اللي استخدمت الرز في الاخر. مختلف. ليه؟ ده ليه طبيعه وده ليه طبيعه. طب الفرق فين يا حسيني؟ فرق في الديسيشن ميكر. بمعنى بي تو بي انا ببيع لشركه بتعمل بروسيس على المنتج بتاعي عشان تحط عليها اوفر هيد تاني عشان تبيعه لمين؟ للاند يوزر. فمحتاج يعصرني ومحتاج يكون انا متوافق عليا كتكنيكال عشان انت بتاخد من البروفيت بتاعه. لكن الاند يوزر اللي هو انا لا، محتاج تلعب على حاجات تانية خاصه بالايموشن. ده ليه قصه وده ليه قصه. فنفهم الاساس يا شباب عشان نفهم احنا بنبيع لمين. طب في شركه بتبيع الاثنين، على سبيل المثال ده شركه بتاعه رش مبيدات، لو راحت ترش مبيدات لشركات ده شركه بتبيع لشركه. لكن لو راحت لبيوت دي بتبيع لاند يوزر. طيب مين هو العميل بتاعي؟ العميل بتاعك هو الاند يوزر. مين هو اللي متخذ القرار؟ ده اللي لازم تفهمه صح. فاحنا كده سالت اول سؤال، وده اللي هيودينا لحته مهمه جدا. انا ليه بسال نفسي يا حسيني مين طبيعه المنتج بتاعي ومين هو العميل بتاعي؟ وهتفرق لو انا ببيع لشركه ولا ببيع لشخص اللي هو هيستخدم الحاجه. ده ليه دافع للشراء وده ليه دافع للشراء. وده اللي ياخدنا قاعده مهمه جدا في السيلز والماركتنج اسمها نيد وونت وديماند. مهمه جدا. نيد وونت وديماند. ايه النيد والوونت والديماند؟ تعال ناخدها واحده واحده بالراحه كده بمثال. نيد اريد وونت وديماند. يعني انا عايز اشرب، ده نيد اساسي في حياتي، اساسي، معرفش، عايز اشرب، ده نيد. وونت اشرب ميه من الحنفيه ولا ميه معدنيه ولا بيبسي. دومان على حسب اللي في جيبي هختار. مش فاهم؟ فهمني تاني اكتر يا حسين. نيد حاجه اساسيه ما اقدرش استغنى عنها. انا جعان عايز اشرب، عايز مسكن، حاجات اساسي ما اقدرش استغنى عنها. فده مش هتلاقيه في بي تو سي، بي تو بي اقصد، انا اسف. ده هتلاقيه في البي تو سي اساسي، عنده اكل شرب لبس. طيب عطشان اشرب ايه؟ ده تختلف. فدخلنا بقى فين؟ في حاجات لاكجري شويه. هشرب ميه معدنيه ولا اشرب من حنفيه؟ طيب بناء على اللي في جيبي ده الدومان. طب ده ينفعني في ايه يا حسيني؟ ده ينفعك بقى يا صديقي في كتابه وطريقه عرض المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. وده اللي لخصه علينا الاستاذ الفيلسوف مازلو. الراجل ده قال كلمه حلوه جدا، قال لك people are motivated to fulfill their needs but it takes precedence. بمعنى كل الناس لديها دوافع، بس بتلبي الدوافع دي بالاولويه. والراجل كتر خيره عمل لنا هيراركي للاولويه دي عشان نيجي احنا في اخر الزمان نستخدم الهرم اللي هو عمله في طريقه القاء وعرض المنتجات او الخدمات اللي احنا بنعملها. والدليل على كده واول ناس استخدمت الموضوع ده الناس بتوع الريال استيت. ازاي؟ قسم الهيراركي ل 3 فيزز وخمس حاجات. بمعنى اول حاجه البيزك. البيزك ده اللي هو ايه؟ حاجتين اساسيين، اللي هو الاكل والشرب واللبس، وحط المسكن. فحاجتين فوق بعض دول البيزك. بعد كده حط الحاجتين اللي هو ايه؟ البيولوجي واللافز والمشاعر والستيم بتاع النيدز، حاجه ايج شويه. بعد كده الايجو السيلف ستيم ده حطه في اخر الهرم. طب ده يفيدني في ايه؟ بمعنى انا راجل كلت شربت، محتاج ايه بعد كده شويه؟ بص بقى ايه، مش قال لك الناس بالاولويه طلع شويه. بعد كده عايز بقى اسكن، احس بالامان، سكنت شويه، بروح الشغل بالمواصلات، عايز عجله، عايز موتوسيكل، عايز عربيه نص كم،
طب عملت كده وجبت عربيه نص كم، لا، عايز حاجه احسن، احقق مسكن اكبر، اسكن في شقه ملك مش ايجار. طب حققت، اركب بقى عربيه موديل السنه، حققت، خش على اللي بعده. طب ده انا بياع، استفاد ايه من الهيراركي ده؟ درس لك البني ادم والسيكولوجي بتاعت البني ادم، فقال لك لما تيجي تكلم بني ادم تلبته سي، بص المنتج او الخدمه اللي انت بتبيعها فين في هرم مازلو عشان تعرف تتكلم باللغه دي. فبالتالي هيحس بالكلام اللي انت بتقوله فيشتري. بمعنى الكلمه الشهيره اللي دايما بيقولوها في كل الاعلانات وكل اللي بيحصل في الريال استيت، ايه؟ سيفتي. ما جابهاش من دماغه، جابها من هرم مازلو، لان دي في البيزك. طيب الاكل والشرب، تيست. شفت الترند اللي كان بيطلع يقول لك اورجانيك، ده حاجه صحيه جدا. ليه حاجات؟ شفت بقى الحاجات لما بنبيع حاجه لاكجري يقول لك ده لاكجري، ده بيحسسك مش عارف بايه وايه 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 وايه، لما بيجي تمسك الايفون بيحسسك بايه وايه وايه وايه. قد ايه بينفع الكلام ده؟ طب الكلام ده هل ينفع في البي تو بي؟ كتير. مش كتير ليه؟ لان البي تو بي مختلف كسيلز سايكل عن البي تو سي، لان هو عاده ما بياخدش قرار الشراء بالايموشن، هو بياخده باللوجيك، وياخد الديسيشن عاده باللوجيك برضه مش بالايموشن. لان هو برضه في الاول وفي الاخر البي تو سي البي تو بي بياخد منك شويه حاجات وبيطبقها عنده، علشان انت متخيل واحد بتديله برودكت، فانت بتاخد من اوفر هيد من مكسبه علشان يعمل عليه شويه حاجات تاني ويبيعه لواحد تاني، ده مختلف عن ده. لكن لما انت تفهم كورس امباسادور اوف سيلز كله على بعضه، وتطلع بان انت على ارض صلبه فاهم البيزكس، اي راوند هتاخده معايا بعد كده فاهم الاساس، فاهم يعني ايه سيلز، فاهم يعني ايه ماركتنج، فاهم يعني ايه لما نخش بي تو بي انت هتعمل سيلز عن ماركتنج، لما فاهم بي تو سي يبقى السيلز سايكل، لا انت هتخش في الابروتش، انت هتخش تعمل برزنتيشن، فانا فاهم يعني ايه بروبنج، فاهم يعني ايه اسال نفسي اهم 3 اسئله في الفيديو ده ودول تطبقهم. انت عايز ايه من الشغلانه اللي انت فيها؟ اهم 3 اسئله هتسالهم لنفسك: انا ببيع ايه، والمين، وازاي، مين المنافسين بتوعك، إيه اللي بيميزك عن اي شخص تاني، اي منافس تاني، نوع الاندستري اللي انت شغال فيهم، تاريخ الشركه، ليه العميل بيجي يشتري من الشركه عندكم ما بيشتريش من اي شركه تاني، ليه العميل بيروح يشتري من المنافس ما بيشتريش من ايه المميز من عن المنافس وما بيشتريش من عندك، نوع العميل ايه، ايه اللي بيميز عندك مش عن اي حد تاني، شركتك الاندستري بتاعتها طبيعتها ايه، بتبيع خدمه ولا بتبيع برودكت ولا بتبيع ايدي. كل ده احنا بنجمع ايه؟ الكومباني بروفايل بتاع شركتك، بنجمع العده بتاعتك، بنجمع انت عايز ايه بعد ما تتخرج، بنجمع التولز. وانس اللي انت جمعت ال3 اسئله دول، اول ما تخش لاي شركه حتى لو انت بتتسال في اي انترفيو، تعرف ايه عن البيع؟ اعرف ان البيع سيلز ايكوال هيلب. فلما اخش اي شركه جديده بسال نفسي اهم 3 اسئله: انا ببيع ايه والمين وازاي. ولو جمعت ده اكون جمعت الكومباني بروفايل بتاعتي، فانا عرفت ايه هي الفاليبل بروبوزيشن والميزه التنافسيه بتاعتي اللي من خلالها اقدر اعمل حاجه مهمه جدا اسمها اليونيك سيلينج بوينت، ودي اللي هتميزني عن اي منافس تاني، فاقدر اعمل برزنتيشن للعميل بتاعي عشان اقدر اساعده في سد احتياجه. وده اللي بيميزني عن اي بياع تاني، لان ده اللي يخليني بياع استشاري، وده جه منه اسم الكورس. انت بتمثل الشركه، انت امباسدور اوف سيلز، انت سفير الشركه، فبالتبعيه لازم تكون فاهم شركتك بتبيع ايه والمين وازاي. التاسك بتاع الفيديو ده اهم حاجه انك تجاوب على ال3 اسئله دول: بتبيع ايه والمين وازاي، عشان من كل مره احنا بنعمل وبنكون مره عن التانيه الادوات بتاعتنا، عشان في نهايه الكورس هنكون مجمعين البروجكت بتاعنا اللي احنا هنعمله فيديو بعد فيديو. اشوفكم في الحلقه اللي جايه باذن الله يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.